السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة لعشاق الشوكولاتة وعشاق الفخامة. لما تحبي تعملي حاجة حلوة تبهري بيها ضيوفك، لو انت جايلك ضيوف او رايحة زيارة لحد وعايزة تاخديها معاكي، حاجة كده تحفة. الشكل اللي بيتكلم عن نفسه، وعايزه اقولك ان طعمها خرافي وطريقتها سهله جدا، بس ركزي معايا في المقادير وفي الخطوات بتاعتها، لكن الموضوع بسيط وسهل وهتعمليها بكل سهوله. معايا ربع سبونج شوكولاته، بوريكي حجم البيض بتاعي. انا استخدمت بيضتين صغيرين وبيضه كبيره، وربع كوبايه ميه. فضيت كله على بعضه وشغلت المضرب الكهربائي بتاعي عليهم على سرعه عاليه، وبدات ان انا اضرب السبونج بتاعي. بياخد 3 4 دقايق وتبصي تلاقيه شكله اتغير وبقى لونه افتح وبقى قوامه اتقل من كده وعامل زي الكريمه كده. بضربه كويس قوي وما افصلش المضرب في النص، وانا بضرب لازم يفضل المضرب بتاعي دايما شغال، عشان انا لو فصلت المضرب في النص بيديني فراغات واسعه في الكيك بتاعي انا مش عايزاها. حتى شوفي انا بلم جنب الطبق بتاعي والمضرب شغال زي ما هو، تقدري تشغلي العجان بتاعك عليه. جبت كيك رينج فتحته على مقاس 24، حطيت تحت ورقه زبده وغلفتها بورقه فويل زي ما انت شايفه، وبدات ان انا افضي خليط العجين بتاعي فيها. انا بحب استخدم الكيك رينج ده قوي، وعلى فكره تسويته رائعه، بيديني مقاسات من اول مقاس 16 لحد مقاس 30. انا استخدمت مقاس 24 عشان انا مش عايزه الكيك بتاعي ارتفاع عالي. بساوي الكيك بتاعي زي ما انت شايفه كده، وبحطه بيبقى محطوط اصلا في قلب صينيه، وبدخله فرن سخن على 180 درجه على الرف الاوسط. بدات ان انا اغطي وشه بورقه زبده. تغطيه الوش بورقه الزبده ده بيخلي وش الكيك بتاعي ما يبقاش ملزق كده ولا تحسي ان فيه زفاره. بصراحه طريقه تغطيته بورقه الزبده دي رائعه. طلعته من الفرن، شلت ورق الزبده كده، وبدات ان انا اسلك الجناب بتاعته علشان خاطر اشيل الكيك رينج بتاعي، وابدا ان انا اهوي الكيك والكيك يبرد. الكيك رينج بتاعي بيطلع بكل سهوله، وتسويه الكيك بتاعي بتبقى رائع. طبعا الكيك وهو في الفرن بختبره بخله اسنان كده في النص، اشوف استوت ولا لا. بصي لما شلت ورق الزبده الكيك تمام، ومش محتاج ان انا اقشر وشه ولا اي حاجه خالص. قلبته على بورد من بتاع التقديم، وبسيبه لما يبرد خالص بقى علشان خاطر ابدا اسقيه. جبت فاكيوم من عند مستلزمات الحلويات وقطعته على قد الكيك، وحطيت الكيك رينج بتاعي كده زي ما انت شايفه، بس يمسكه. وهبدا ان انا ازين الكيك بتاعي. الاول بسقي الكيك بنص كوبايه لبن، عليها معلقه ونص من السكر، ونص معلقه كاكاو خام. تقدري تحطي نص معلقه الكاكاو الخام دي معلقه صغيره، يعني ممكن احط معلقه صغيره من بتاعه الشاي، لكن انا مستخدمه معلقه كبيره فحطيت نص معلقه منها بس. وبدات ان انا اسقي الكيك بتاعي لما ببقى قلبها على وشه وبسقي من الظهر بيتسقى معايا كويس قوي. جبت كوبايه لبن حليب وحطيت عليها نص كوبايه سكر، وهبدا ان انا ادوب السكر بتاعي في الحليب. استخدمت ربع كيلو موز شوكولاته، هو بيجي جاهز كده، بتعامل معاه معامله الكريم شانتيه، بيديني طعم وقوام رائع في الدسباسيتو. ببدا ان انا اضرب الموز بتاعي بالشكل اللي انت شايفاه ده كده، وانا مجهزه جنبي لبن تاني عشان لو احتاج. طبعا نوع الموز بيفرق من شركه للتانيه، فانا مش بحط كميه السائل بتاعتي كلها مره واحده، انا بحط الاول كميه واخلي جنبي الباقي. وبدات ان انا لما الخليط بتاعي يتقل ازود اللبن بتاعي واحده واحده على حسب الاحتياج اللي الخليط هيحتاجه معايا، عشان انا اتحكم في القوام. قوام الموز بيبقى خفيف شويه عن الكريمه لازم يبقى قوامها متماسك قوي. الموز لا، الموز بيبقى اخف، ولما بيدخل التلاجة بيمسك اكتر. جبت اي بديل من بدائل النوتيلا. شوفي انت ايه البديل المتاح عندك. انا بستخدم دكتور بيكر او دريم. لو مش متاح عندك ده او ده، شوفي ايه البديل اللي انت بترتاحي له او يناسب ميزانيتك، استخدمي منه ربع كيلو، قلبيه على الموز ده. عايزه اقولك ان بتديله طعم رهيب. البديل النوتيلا اللي انا استخدمته قوامه تقيل، فعلشان كده انا احتاجت ازود لبن تاني، رغم ان انا كنت ظابطه قوام الموز. ده قوام الموز بتاعي اللي انا عايزاه. هو هيتماسك اكتر لما هيدخل التلاجة، وبعد ما يطلع من التلاجة يتقطع بكل سهوله. بصي هو بينزل تحسي ان هو خفيف، تقلقيش، الموز بيمسك اكتر في التلاجة. بدأت ان انا اساوي الاطراف بتاعته واساوي الوش بتاعه كده بحيث يبقى كله واخد سوا واحد. وهدخل بقى الكيك بتاعي التلاجة يبرد. طبعا انا كل خطوة بشتغلها والكيك بتاعي بارد تماما. جبت قالب شوكولاتة 200 جرام، هاتي نوع الشوكولاتة اللي انت تفضليه او المتاح في المنطقة اللي انت ساكنة فيها. انا جبت قالب شوكولاتة 200 جرام، وبدأت ان انا اقطعه. لو انت في الشتاء ومش حابة ان انت تقطعي عشان الشوكولاتة بتضايقك في التقطيع في الشتاء، هاتي 200 جرام شوكولاتة شيبس وسيحيها. جبت ربع كوبايه ميه، حطيت عليها معلقه كريمه لباني بودر. طب انا لو عندي كريمه خفق سايله او كريمه لباني سايله هستخدم منها ربع كوبايه.
حطيتها على النار تغلي. لما غليت بدات ان انا احط فيها الشوكولاته كده. انا محتاجه اسيح الشوكولاته من سخونيه اللبن، بس انا مش هحط الشوكولاته دي على النار. انا عايزه اعمل جناش. الجناش بتاعي بعمله بالطريقه دي وبيطلع رائع. وعايزه اقولك ان احنا لو في الشتاء انت بتزودي كميه السائل شويه، لكن احنا دلوقتي في الصيف والدنيا حر، فانا بقلل السوائل بتاعتي عشان يديني التماسك اللي انا عايزاه. كمان انا عايزه اشكله بالروزيتا، فعايزاه يبقى معايا بالشكل اللي انت شايفاه ده. هو كده القوام بتاعه مظبوط جدا. هسيبه لما يبرد خالص وتطلع الكيك بتاعتي ساقعه من التلاجة، وهفرده على وش الكيك كده زي ما انت شايفه. انا فردت منه شويه وسبت الباقي بقى عشان هزين بيهم. هو قالب الشوكولاته ال 200 جرام عمل لي ده وعمل لي ده. بعد ما فردته كده كويس شلت الكيك رينج بتاعي ونضفت البورد وحطيت عليه الشريطه الستان دي ودخلته التلاجة برد 10 دقايق وطلعته. كنت انا مجهزه بقى بقيه الجناش في الكيس بتاع الحلواني ده، وبدات ان انا اعمل روزيتات بالشكل اللي انت شايفاه ده. كيس الحلواني ده بيبقى استخدام مره واحده وبيترمى بعد كده، موجود عند بتوع مستلزمات الحلوانيه. والبلبله اللي فيه دي برضو بتتباع فرداني كده. انا بحب اجيب البلابل الفرداني دي، بتبقى نوعيتها حلوه جدا وبتستحمل. جبت مربى حليب بتاعت شركه المتحده، تقدري تجيبي بتاعت شركه كواليتي او اي نوع مربى حليب انت بترتاحي له او بتحبيه. وبدات ان انا اعمل بيها الروزيتات كده على طول. هي مش محتاجه انها تتخفف او مش محتاجه ان هي يتعمل فيها اي حاجه، انا بحطها بكيسها في قلب كيس الحلواني على طول، وبدات اعمل بيها الروزيتات دي. تقدري تعملي الشكل اللي انت شايفاه احسن بالنسبه لك او اريح بالنسبه لك، يعني حته الشكل دي في ايدك انت. وبدات ان انا اعمل ورده كده من الجناش. انا مش عايزه اي جناش يفضل عندي، انا عايزه اعمله كله واستغله في التورتايه. هي الورده تحسي ان هي جت على جنب شويه، بس مش مشكله يعني، احنا مش قايسين بالسنتي. وبدات ان انا ازين بعين الجمل كده زي ما انت شايفه. تقدري تزيني بخطوط من النوتيلا البيضاء او الشوكولاته البيضاء، تقدري تحطي مكسرات، تقدري تحطي شوكولاته شيبس، تقدري تحطي كريسبي شوكولاته. حطي الحاجه اللي متاحه عندك واللي تريحك او الحاجه اللي تعجبك. وطلعت بالشكل الرائع اللي انت شايفاه ده. دي انا كنت واخداها معايا في مناسبه يعني، وكانت رائعه. واعمليها وادعيلي.